بخصوص الدراجات النارية، وخصوصا أكد على الدراجات ذات الأصوات العالية. توجيه السيد قائد شرطة المحافظة بضرورة متابعة هذا الموضوع جدا مهم اللي أصبح يؤرق المواطنين حقيقة من خلال بعض الشباب، بعض المراهقين يسوقون في رعونة ويسببون حوادث. ارتأت قيادة شرطة محافظة ديالى بنشر مفارزها الأمنية، وأيضا مديرية المرور بمحاسبة جميع سائقي الدراجات النارية اللي لا يحملون مستمسكات رسمية، وأيضا يقومون بهذه الأفعال البهلوانية وبعض الأفعال اللي رصدتها أكثر من صفحة وأكثر من موقع. اليوم قيادة الشرطة ديالى عازمة على محاسبة الجميع بدون استثناء. توجيهات صارمة من قبل السيد القائد بمحققة، لأن هذا الموضوع جدا موضوع مهم. حوادث كانت سببت كثير من فقدان الشباب. كد على ضرورة بقية المواطنين، بقية سائقي الدراجات. حقيقة احنا ما نريد نقطع رزقهم. اليوم اكو ناس يعني تمتهن هذا الشيء للتنقل بين محلاتهم وامورهم. اليوم ضروري تسجيل الدراجات النارية وأيضا الالتزام بقواعد السير. نعم طبعا موضوع الدراجات النارية موضوع جدا مهم. هناك مناشدات كثيرة من قبل أهالي محافظة ديالى. يعني هاي الظاهرة ظاهرة غير حضارية، لذا ندعو أبنائنا وشبابنا بالابتعاد عن هذه السلوكيات يعني الدخيلة على مجتمعنا. هذه الدراجة النارية وجدت لخدمة الناس، وجدت لتمشية بعض الأمور، لم توجد لهذه الظواهر. شكرا جزيلا. لأن الدراجات يعني للأسف الشديد ما ملتزمين نهائيا. دراجات أصوات عالية بدون لوحات، يعني هو مستلم سنوية وما يروح يثبت رقم، يعني منطينا سنوية مانحينه سنوية ومسجل الدراجة مالته، لكن دراجته تمشي بدون رقم. ليش ما تمشي برقم؟ توجه لدائرة المرور موجود رقمك، دق رقمك. مخالفة عكس السير، ضربوا الإشارة، يعني أبو دراجة قبل يومين أو ثلاثة ضرب الإشارة في تقاطع البلدة، مما ادى الى اصطدام بدراجه اخرى راد يسوي لنا قدر وفاه الا شويه. فهذا احنا الدراجات بها توجيه من قبل السيد المعالي المحترم والسيد المدير المحترم انه محاسبتهم وفق الضوابط وافهامهم بقواعد السير الامن للدراجه والتوك توك او ما شابه ذلك. يعني فحاولنا نحد من عندها، نوعيهم ونفهمهم، وفي نفس الوقت نحاسبهم وفق الضوابط والتعليمات مع مراعاه الجانب الانساني. واكيد هناك احصائيه انه نسبه الحوادث بسبب الدراجات هي تفوق نسبة الحوادث السيارات. نعم. بصورة عامة. نعم. أكيد يعني أكثر الحوادث الداخلية اللي عندنا بالمحافظة، الإحصائية اللي عندنا في مديرية محافظة ديالى هي سببها الدراجات النارية، وأكثرها يعني بها إصابات ووفيات. للأسف الشديد الدراجات ما ملتزمين بوقت الحاضر، فإن شاء الله بالأيام المقبلة نحد من هاي الظاهرة وفق الضوابط، وإن شاء الله كل إخواننا أهل محافظة ديالى يلتزمون بقواعد السير الآمن، وإن شاء الله يتعاونون ويا إخوانهم رجال المرور.